صباح الجمال والحلاوة والطعامة والمحاشي الحلوة الجميلة. شايفين الجمال؟ شايفين المحاشي الحلوة بتاعتنا؟ زي الفراخ الفرن كده. المحاشي دي عليها طلب في الكيتشن بتاعنا زي الفراخ الفرن بالظبط. يعني زي ما قلت لكم قبل كده، الفراخ الفرن تقريبا أي عميل بيجربها بتبقى دي الطلب بتاعه في كل مرة بيطلب فيها من مطبخنا. نفس الشيء المحاشي، ورق العنب، الكرنب، وكمان الأنواع التانية بيبقى برضو في يعني إقبال عليها، لأن فعلا إحنا بنحاول نعملها ونقدمها بأفضل شكل ممكن. طبعا حضراتكم شايفين إن الأوردر ده طالع جاهز على التسوية، يعني العميلة الجميلة اللي هتستلمه هي اللي هتسويه. مدينها معاه اللي هي العروق بتاعة الكرنب ده عشان هي بقى تستخدمهم، سواء تحطهم تحت المحشي للتسوية. في عملاء بتاخدهم للتخليل، في عملاء يعني أنا عرفت من العملاء إن هم بيبقوا محتاجينها لأكتر من سبب. في عملاء بيعملوه مخلل، اللي هو العنق دي، اللي هي العروق بتاعة الكرنب نفسه. في حاجة عايزة أقولها كده لحضراتكم، يمكن ما تفرقش مع ناس، بس أنا محتاجة إن أنا أقولها لأنها هتوضح حاجات كتير. الطلب ده عشان أعمله تقريبا أنا مطبقة يومين. ليه؟ عشان خاطر مطلوب يتسلم في وقت معين، ومطلوب في وقت متأخر، فاحنا كنا محتاجين إن احنا نبذل كل جهدنا، وإن أنا أطبق يومين عشان يطلع في الوقت اللي العميل طالبه فيه. ليه بقول الكلام ده؟ وأنا عارفة إن ممكن ما يفرقش مع ناس كتير، لأ، بس لازم يا جماعة تبتدوا تعرفوا إن الشغل ده تعب. دي مش شغلانة اللي ملوش شغلة، ودي مش شغلانة قاعدة حاطة رجل على رجل فيها. مفيش تعب ولا شقة فيها ولا الكلام ده كله. فرجاء اللي بيستكتر فلوس الأكل، لا، اصحى فوق. حضرتك احنا بنتعب جامد، بنقف على رجلينا، ما بننامش عشان خاطر حضرتك تاخد طلباتك في الوقت اللي انت عايزه. فاللي فاكر ان الموضوع سهل بسيط، هو ايه الصنعة في كده؟ لا. ممكن اعمل انفيتيشن لو سيدة من السيدات كده في يوم، ولو انت عمرك ما عملتي محشي في حياتك، اخليكي تحضري كورس معايا وتشوفي عشان تطلعي طبق زي ده المجهود اللي بتعمليه ازاي. فاوعوا يا جماعة تستهتروا او تبخسوا لحد مجهوده. فعلا انا صاحية بقالي يومين.